تقول على على طول كده شغال. المحافظ بيننا وبينك اخ لابس واحد تحت السيارة. القضية هي احبس واحد تحت السيارة. القضية هي احبس واحد تحت السيارة. القضية هي انا بني ادم عايز اعيش. بس رن على شعبان يقول لك احنا مش لاقيين العيش. انا بني ادم عاوز اعيش. انا بني ادم عاوز اعيش. واحنا مش لاقيين العيش. احنا مش لاقيين العيش. تحبس واحد تحبس 100. تحبس واحد تحبس 100. القضية هي القضية هي انا بني ادم عايز اعيش. انا بني ادم عاوز اعيش. احنا مش لاقيين العيش. احنا مش لاقيين العيش. انتونا محترمين. انتونا محترمين. طلعتونا بلطجية. طلعتونا بلطجية. ايوه اتكلم عن الموضوع. احنا دلوقتي مع احد المضربين من الاساتذه اللي هم تم استبعادهم. تفضل. هو الموضوع ان انا علي صوتك بس، علي صوتك. انا هتكلم عن المدام، ان انا بالنيابه عن المدام معي من ضمن المفصولين. ماشي. تمام. هو الموضوع يعني ليه الاخوه عددهم ما يقرب من 3500 من تم استبعادهم من تربيه التعليم، واشتغلوا في فترات يعني متفاوته بين سنه ولغايه 17 سنه وفي 20 سنه، وتم فصلهم طبعا بقرارات تعسفيه. تمام. وتم فصلهم بقرارات تعسفيه. تمام. ورحنا لجأنا للمحافظ مرات كثيره واحتجاجات واختصامات زي ما انت شايف كده، ولم يستجب لنا. بالعكس يعني لم يستجب لنا، بل يعني اهملنا وطردنا، وتم تلفيق لنا قضايا. تمام. تعدي واتلاف، وتم حبس ما يقرب من 10. تمام. وخرجوا بكفالات كل واحد 2000 جنيه. تمام. طرقنا الابواب عده مرات ولم يستجب لنا واهملنا، كل ما نيجي عشان نقولوا له ما ادانا، مش مدينا حل خالص، بل بالعكس هو ادانا قضيه الاسبوع اللي فات خرج منها كل واحد ب 2000 جنيه كفاله، رغم ان ما حصلش اتلاف ولا حصل اي شيء ولا اي تعدي. دي بشهاده يعني ناس كثيره هنا وبشهاده يمكن الامن. تمام. فلم يستجب لنا، بل توعدناكم وطرقنا الابواب وجبنا موافقات، ويماطل فينا المحافظ مرات عديده، وحتى الان لم يستجب لنا. الاخوه دول من ضمن الناس الكفالات، استاذ ابراهيم، استاذ هاني. تمام. دول برضه خرجوا كفالات. أنا محمد سلام محمد عبد العال، أحد المحبوسين الذين تم تلفيق قضية لهم عشان ما أطالبش بحقي. يعني بدل ما أنا تحل لي مشكلتي، أنا بطالبك بعقد ب 100 جنيه و200 جنيه عشان ظروف المعيشة اللي الواحد فيها بتطلعني بكفالة، تلفق لي قضية وتطلعني بكفالة ب 2000 جنيه. فين هالثورة وفين العدل؟ فين العدل؟ مفيش عدل. خلاص، ما العدل انتهى. أنا راجل مدرس محترم، اتحبس مع البلطجيه والحراميه وقطاعين الطرق ويتقال عليا بلطجي، مفيش قضيه ويتلفق لي قضيه. يعني مش ظلم ده ولا مش ظلم؟ انت بدل ما تحل لي مشكلتي وتخلص مني وتحبسني، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا استاذ ابراهيم برضه من احد ايوه، انا ابراهيم مدني مستبعد من 2007. ولما حبينا نطالب بحقنا بعد ما قامت الثوره، حبينا نطالب بحقنا، اخذنا وعد واثنين وعشرة ومليون من المحافظ وبدون تنفيذ. المشكله هنا في التنظيم والاداره وفي التربيه والتعليم. الحراميه التربيه والتعليم والتنظيم والاداره، وما احنا ما بنخافش من حد. هتلفقت لنا قضيه ومش ما خايفينش برضه من القضيه، لان احنا معانا الحق.
وان شاء الله ربنا حينصرنا عليهم ان شاء الله، ومستمرين. ومعايا اثباتات ان دول حراميه، وطلعتها له في جرد مكتب المحافظ ان اللي شغالين عندك دول حراميه. ولا محافظه الاقصر هي المقصوده بالأساس. وزير الماليه بعت 1350 درجه للمستبعدين لحل مشكله المستبعدين، ولكن عملوا بها مسابقه بعيد من المستبعدين، ما خدوش ولا واحد من المستبعدين. وادي وزير الماليه موجود، والرد بتاع وزير الماليه موجود في جرد المحافظ. المحافظ بعديها عينوا 35 واحد 36 واحد على الصندوق، علما بان احنا قلنا لهم عينونا احنا على الصندوق، ما رضوش، قالوا ممنوع الصندوق وما فيهوش فلوس. بعد الكلام ده باربع ايام عينوا 35 واحد على الصندوق، جبنا اسماء ال 35 واحد ورناهم له المحافظ، واتضح ان الكلام صح وفي جرد مكتب وهو ماضي عليهم وهو ما عرفش. ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. اشعارات كده وناس هتاف كده وبعد ما يقول لك سلام. تمام، حسبي الله ونعم الوكيل. هتاف احنا قاعدين هناك التخطيط على الهتاف. ادخل هناك على الهتاف. انت بتختار الحفظ بتاعها انت ولا مين هو اللي هذا؟ حد يهتف بس الورقه.